يا صباح الهنا وصباح السعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. النهاردة يوم كده مش قادرة أقول لكم، كنت فرحانة وكنت مبسوطة جدا، واتفاجئت لما أنا رحت إن احنا هنروح المصيف. طبعا زي ما قلت لكم إن ابني كان دراعه مكسور، وراح للدكتور، والدكتور قال له ده لسه الشرخ زي ما هو. فطبعا جوزي خده للدكتور تاني، وطبعا اليوم ده المفروض كنا مشينا فيه، لا اجلناه لما رحنا للدكتور عشان نشوف هل هو فعلا كلامه زي الدكتور ده ولا لا. فعلا جوزي خده وراح للدكتور، فاتفاجئنا لما جيت لقينا فك الجبس، والحمد لله الدكتور قال له ما فيهوش اي حاجه. فطبعا الدكتور ده كويس جدا ودكتور كبير. جئت لما هو دخل عليا والجبس مفكوك، ما كنتش مصدقه. الحمد لله والشكر لله لك يا رب. طبعا بقى قلنا خلاص هنروح مرسى مطروح. كنا تاني يوم بقى بنحضر في حاجتنا وان احنا هنمشي بالليل. طبعا كان هو ابني راح وجي اخر النهار، فطبعا ما كناش حضرنا اي حاجه وما كناش هنعرف ان احنا رايحين. فالحمد لله على كل حال. المهم تاني يوم رحنا محضرين شنطنا واشترينا حاجتنا واشترينا كل حاجه احنا كنا محتاجينها، وطبعا مشينا الساعه 1 بالليل. طبعا بقى ايه اللي حصل؟ هقول لكم ايه اللي حصل. المهم كنت انا طبعا كنت بحضر في الشنط. شوفوا بقى الاوضه كانت مكركبه، كنت مطلعه الهدوم كلها، مطلعه من الدولاب ده شويه، من الضرفه دي شويه، حتى على السرير شويه. المهم كنت مكركبه كده حواليا. المهم زي ما انتم شايفين بقى بدات ان انا الم كل الهدوم، وبنتي بقى واقفه كانت ريحي. طبعا قلت اجهز كل حاجه. ولميت كل الهدوم بقى وخلاص. كنا هنمشي الساعه 1 بالليل، عشان طبعا مفتاح الشقه كنا المفروض ناخده من الراجل الساعه 8 الصبح. طبعا وصلنا كانت حوالي يا جماعه الساعه 7. قعدنا ساعه نستنى في الراجل ان هو يجي يدينا المفتاح. طبعا قعدنا من 7 ل 8 لغايه الساعه حوالي 9 الا ربع. 9 الا ربع لغايه دلوقتي كان الراجل ما جابش المفتاح، واحنا كنا ده كله قاعدين قدام العماره مستنيين لما الراجل يجي. طبعا الراجل ما جاش. فايه اللي حصل بقى؟ المكان اللي احنا كنا فيه كان بيدور على شقة. طبعا الشقق فيها عاملة 700 650، يعني غالية. المهم بقى تلاقى شاليه مش هتصدقوا في حدود قد ايه، ورخيص احسن من الشقة بكتير، في حدود 500 جنيه. اليوم ب 500 جنيه. بس بصراحة الشاليه جميل جدا. احنا ما كناش متوقعين ان الشاليه كان هيبقى كده. كان واسع وهاوي من كل اوضه فيهم، حتى المطبخ فيه بلكونه. صراحه جميل جدا. المهم تعالوا بقى اوريكم الحاجه اللي انا اشتريتها قبل ما امشي على المصيف. المهم زي ما انتم شايفين رحت بقى اشتريت توك، واشتريت كمان نظارات للعيال وطواقي. اشتريت كل حاجه احنا محتاجينها، وكمان مايوهات. كل حاجه احنا محتاجينها اشتريناها. طبعا عيالي كانوا نايمين في الطريق. طبعا كنا ماشيين الساعة حوالي 1 زي ما قلت لكم. عبال ما خرجنا اصلا من البلد اللي احنا كنا فيها كان 1:30. المهم بقى بدأت بقى ان انا اعمل ايه. رحت اشتريت لهم توك وبنس ونضارات اللي هي البحر ونضارات شمس، وكمان اشتريت اللي هي المايوهات. يعني اشتريت حاجات كتيرة. وبعد كده رحت بقى كل حاجة انا جبتها. طبعا زي ما انتوا شفتوا ان انا حطيت كل حاجة في الشنطة. لميت كل حاجه، كنت واخده حاجات كتير. حتى في اليوم ده رحت السوق كان حوالي الساعه 9 الصبح. لما انا عرفت ان احنا خلاص هنروح، رحنا بقى اشترينا الخضار واشترينا كل حاجه احنا عايزينها. قلنا عشان حتى ما نخرجش ان احنا نشتري يعني خضار ولا نشتري حاجه من بره، نبقى كل حاجه موجوده عندنا في الشقه. يبقى كل حاجه موجوده، لو اشترينا حاجات تبقى حاجات بسيطه يعني. المهم بقى خدنا حاجات كتيره معانا. بس كان طبعا اشترينا ميه من هناك، وكنا بنستعملها للاكل وللشرب وكده. طبعا الميه اللي موجوده في الشاليهات بتبقى يعني عربيات بتفضيها في الخزانات. دي بقى للغسيل، للحموم، لاي حاجه يعني. المهم بقى كنا بقى في الطريق. قعدنا في الطريق حوالي 5 ساعات ونص. يعني وصلنا كان حوالي الساعه 7. المهم بقى قعدنا بقى نسأل على المكان اللي احنا كنا رايحينه. طبعا في ايه، الشقة اللي احنا كنا رايحينها اللي احنا اصلا ما قعدناش فيها. السواق ما كانش يعرف طريقها، يعني ما كانش يعرف الطريق بتاعها. سأل كذا حد طبعا ما كانش يعرف. الراجل ده اللي بيوصف المكان مش عارف يوصفه.
المهم فضل واقف معانا الراجل لغايه لما تلاقينا المكان واستنينا، وفي الاخر الراجل بتاع المفاتيح ما جاش. في اليوم ده جايين طبعا تعبانين من كتر السفر، فكنا عايزين ننام. فالحمد لله على اي حال. ده فيديو النهارده، اتمنى لو عجبكم اعملوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ويا رب اكون خفيفه على قلوبكم. واستنوني في الفيديو الجاي، هوريكم كل حاجه بالتفاصيل، وكمان هوريكم الشقه، هوريكم الشاليه اللي احنا قعدنا فيه، ورخيص مش غالي يعني. في شقق بحوالي ب1000 جنيه وكده. المهم هوريكم الشقة المرة الجاية ان شاء الله، واستنوني الفيديو الجديد، ومع السلامة.